الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المامين. يا صحبي الأراقي العزيز، يا جماهير الأراقي المسلمة التي غضبت لدينها وكرامتها ولحريتها وعزتها ولكل ما آمنت به من قيم ومثل. أيها الشعب العظيم، إنك تتعرض اليوم لنسمة هائلة على يد السفاكين والجزارين الذين هالهم غضب الشعب وتململ الجماهير بعد أن قيدوها بسلاسل من الحديد ومن اللعب والإلحاد، وخيل للسفاكين أنهم بذلك انتزعوا من الجماهير شعورها بالعزة والكرامة وجلدوها من صلتها بعقيدتها وبدينها وبمحمدها العظيم، لكي يحولوا هذه الملايين الشجاعة المؤمنة من أبناء الآخ الأبي إلى جمل وآلات يحركونها كيف يشاءون ويبثونها ولاء عقلق وأمثاله من عملاء التفكير والاستعمار، بدلا عن ولاء محمد وعلي صلوات الله عليهما. ولكن الجماهير دائما هي أقوى من الطغاة مهما تطلعن الطغاة، وقد تصبر ولكنها لا تستسلم. وهكذا فوجئ الطغاة بأن الشعب لا يزال ينبت بالحياة ولا تزال لديه القدرة على أن يقول كلمته، وهذا هو الذي جعلهم يبادرون إلى القيام بهذه الحملات الهائلة على عشرات الآلاف من المؤمنين والشرفاء من أبناء هذا البلد الكريم، حملات السجن والاعتقال والتعذيب والإعدام. وفي طليعتهم العلماء المجاهدون الذين يبلغني أنهم مستشهدون الواحد بعد الآخر تحت سياق التعذيب، وإني في الوقت الذي أدرك فيه عمق هذه المسألة التي تمل بك يا شعبي، أؤمن بأن استشهاد هؤلاء العلماء واستشهاد خيار شبابك الطاهرين وأبنائك الهيانا تحت سياق العفادقة لن يزيدك إلا صمودا وتصميما على المضي في هذا الطريق حتى الشهادة أو النصر. وأنا أعلن لكم يا أبنائي أني صممت على الشهادة، ولعل هذا آخر ما تسمعونه مني، وإن أبواب الجنة قد فتحت لتستقبل قوافل الشهداء حتى يكتب الله لكم النصر. وما ألذ الشهادة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله إنها حسنة لا تدل معها سيئة، والشهيد بشهادته يكتب كل ذنوبه مهما بلغت. فعلى كل مسلم في العراق وعلى كل عراقي في خارج العراق أن يعمل كل ما في وسعه ولو كلفه ذلك حياته من أجل إدامة الجهاد والنضال لإزالة هذا الكابوس عن صدر العراق الحديد وتحريره من العصابة اللا إنسانية وتوفير حكم صالح سليم شريف يقوم على أساس الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرى شعبان محمد باقر الصدر.